جاهزين؟ الله بوسع. الموبايلات مشان ما اقطع الفيلم. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. نسرين يا نسرين يا نسرين وينك يا تشرين والحرية عاد وينك يا تشرين العبلة يا عبلة عيني يا عبلة العرباوي عاد وينك يا جبلة والعرباوي عاد وينك يا جبلة درناهم عشرة وحارس وضياهم من فوق الدلة درناهم عشرة وحارس وضياهم وعرباوية 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 يا فاروق. وينك يا فاروق؟ وقعد هيك عم ضروري تبين وانت قاعد كل واحد مطرح اوقات بالجيم يا فات على الوسط يوسف حبيبي مايك. يوسف حبيبي فيصل معاك يا الانتصار 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 حرية الانتصار حرية. كابتن حسام شوا، كنت اليوم نجم اللقاء وشفناك ابن ال 15 مثل ما بقولوا، ايش تحكينا عن المباراة اليوم؟ الحمد لله الله وفقنا والله ما ضيع عنا تعبنا، تعبنا كثير موسم طويل، الحمد لله هذا الشيء تكلل بالنجاح. كمان ضيعنا فرص صعبت علينا شوي المباراة، بس بالاخير الحمد لله صار اللي بدنا اياه. وعرباوية عمر مشهداني عمورة جمهور صراحة قبل ما تنتهي المباراة. يا ابو احمد يا اول شيء الف مبروك لنا ومبروك لكم، مبروك لكل مين كان وساهم بهذا الانجاز. الحمد لله الله وفقنا مثل ما قال اخوي ابو عبده، موسم كان كثير طويل تعبنا كثير لحتى وصلنا لهون، وصلنا بجهدنا وتعبنا. حاولنا انه نخلص الفاصله من حلب، بس قدر الله ما شاء فعل. الجول كركبنا كثير بحلب، نزلنا اليوم نربح، اضعنا كثير فرص، صار في شويه ضغط على اللاعبين، ضغط المباراه. في لاعبين طلعت هداك الموسم وقت سجل مرمانا هدف اخر دقيقه. الحمد لله طبقنا تعليمات المدرب، رجعنا للمباراه بعد ما سجلنا هدف وضيعنا اكثر من هدف، والحمد لله بنستاهل الفوز ونستاهل نطلع بنتيجه اكبر من هيك، والحمد لله. والف مبروك لجمهورنا والله يعطيكم العافيه. الف مبروك ابو احمد. حمصي تحكينا عن المباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للأمة العرباوية، الحمد لله رب العالمين. بعد تعب سنة تقريبا الحمد لله قدرنا نتوج هذا التعب بالصعود الدوري الممتاز. طبعا هذا مكاننا الطبيعي، نحن إن شاء الله نطلع الدوري الممتاز، ما راح نكون ضيف شرف، راح نكون إن شاء الله ثابتين بالدوري الممتاز يا رب، وألف حمد لله يا رب. سراج بصلح له المشاكس والهادئ مع بعض، ايش تحكينا عن المباراة؟ الحمد لله قدرنا نوصل على الممتاز الحمد لله بعد تعب جميع اللاعبين، وما حدا قصر نهائيا يعني، والحمد لله يعني كان مجهود اللعيبه كله ترجم بالملعب لانتصار، وان شاء الله بالممتاز يعني بدنا نكون مالنا ضيف شرف ان شاء الله. الصخرة عمورة، الصخرة ايش تحكي لنا عن المباراة اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تتوج تعبنا الموسم كلياته هن الساعتين، الحمد لله الله كرمنا فيهم. شوف لها كذا كلمتين ابو زهير، انا لعبان 3 تحديات والحمد لله ولا مره خسران فيهم، اذا بتحب تلعب معركه لا تلعب معي، ماشي ابو زهير حبيبي ابو زهير. نرجع نشوفك بحلب ان شاء الله. والله ان شاء الله، والي الشرف، نادي الحريه نادي كبير والي الشرف. خليك هيهوم حبيب قلبي ابو زهير، مبروك الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله الله ما ضيعنا تعب، الحمد لله بشكر اخواتي اللاعبين على المباراه على الساعتين كلها كانت ضغط، الحمد لله طلعنا منه هلا، والحمد لله رجعنا على دوري الاضواء، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. عبوده ابو زهير الغالي، اول شيء بشكر اخواني اللاعبين جميعا، ما حدا قصر ابدا،
رجال في ارض الملعب، بشكر الكادر الفني والطبي اللي ما قصر معنا ابدا. الحمد لله هاي الفرحه بنهديها لجمهورنا الغالي، والحمد لله قدرنا نرسم الفرحه على وجوههم، ونحن رجعنا لمكاننا الطبيعي الدوري الممتاز. فرحتنا هي انه ما انه والله نحن رجعنا على الدوري الممتاز انه هو مكاننا الطبيعي، لكن هي الرجعه من الغيمه السوداء اللي كنا فيها. باذن الله نحن فرحتنا بتكون بالتتويج على منصات تتويج وعلى المنافسه على الدوري. الف مبروك. الله يبارك فيك. خيره الدوخان خيره اليوم. تعال عندي. مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب. الحمد لله رب العالمين، الله ما ضيع لنا تعب، مجهود فريق ومجهود كادر واداره، الحمد لله رب العالمين، الله ما ضيع لنا تعب. نرجع نشوفك المنتخب الاولمبي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جهاد القلعه. الف مبروك. الله يبارك بعمرك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما قصرنا بلا بنقطه عرق، حطينا كل شيء عنا، غيابات، اصابات، ما يعني على الموت عم نلعب، لاني نادينا بيستاهل محله. كادرنا اللي ما قصر معنا بولا نكشه، اعطانا كل الثقه، نزلنا جاهزين لانه باذن الله بدنا نربح، ورفعنا اسم النادي، والنادي طالع ما راح ينزل، النادي فوق، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. الكابيتانو محمد الوطني، مبروك. الله يبارك فيك والله يعطيك العافيه. شخصيه لك وللنادي؟ خلي لي قلبك كلك. كابتن. الحمد لله اهم شيء نحن الحمد لله طالع ممتاز. نحن صدقوني لو الجول اللي اكلناه بالذهاب هو اربك كل حساباتنا، يعني دخلنا شوي متحفزين بالمباراه، وشبابنا صغار لسه شباب، وان شاء الله هي ان شاء الله ختامه، يعني ان شاء الله ما بنرجع بننزل على الثانيه ابدا، وان شاء الله صفحه جديده ان شاء الله باسم النادي. الف مبروك. الله يبارك فيك روحي. عمور اول شيء انت عليك خروف. بيض وحليب لخروف. دجاج خواريف مناسف. الله يبارك بعمرك يا رب. احكينا عن الفتره اللي عديتوا فيها هي. والله اعصاب كانت لعبه على اعصاب، الحكم كل ما نطلع بيرجع برجعنا لورا، والحمد لله الحمد لله انه الله ما خجلنا من بدايه الموسم. نحن طالعين باذن الله طالعين، والله ما خجلنا والحمد لله. وبتشكر اخواتي اللاعبين والكادر التدريبي اللي ما قصر معنا، الاداره، رافت اخوي الهداف، كابيتانو براء، وانت هداف فريق الحريه وهداف الدوري الدرجه الاولى رأفت. اول سؤال رح تبقى بالحريه لغدا العراق، هذا اول سؤال قبل مبروك. هذا سؤال محرج. اهلا وسوس، بارك بعمرك روحي. اول شيء مبروك لنادي الحريه، ومبروك للجماهير، ومبروك للاداره وللاعبين وللكادر الفني. بصراحه السنه كانت كثير حلوه، فيها فرح وفيها حزن، كللت بالاخير بالنجاح وبالفرحه. الحمد لله رب العالمين. فيصل يا فيصل، مكان نادي الحريه مكانه بالممتاز، ان شاء الله ما برجع بينزل. بتمنى من نادي المحبين انه يكونوا ايد واحده ويتكاتفوا قدام هذا النادي، ويرجع النادي لمثل قبل لمنصات التتويج. والف مبروك لنادي الحريه ولجماهيره. ابو موسى صمام الانام مثل ما بقولوا، الجدار العالي، ايش تحكي لنا عن المباراه؟ مع انه انا شفتك امبارح كنت متوتر كثير بالتمرين. طبعا اول شيء الحمد لله رب العالمين، والف مبروك لكل جماهير العربي. يلي بحلب واللي كمان اجوا على الشام وازارونا، جمهورنا طبعا نعطيهم العافيه جميعا ما قصروا، والمحبين اللي برا والداعمين. وان شاء الله الفريق الموسم الجاي ان شاء الله بالممتاز ما راح يكون ضيف شرف على النادي، بهمه الجميع. نتمنى من الجميع يعني اداره، جمهور، كل محبين النادي يلتفوا حول النادي، لانه هذا النادي عريق، وهذا النادي صاحب تاريخ، صاحب انجازات، وخرج لاعبين على مستوى سوريا ومستوى الوطن العربي، فلازم الكل يتكاتف بحب هذا النادي. هذا النادي حرام اللي عم يصير فيه بصراحه. طبعا الخلافات الشخصيه لازم نتركها على طرف، كان ادارات ولا مدربين ولا مين من كان. هذا النادي بالنهايه يجمع الكل، والباب النادي مفتوح للكل. طبعا انا لي الشرف ولي الفخر اني مثلت هذا النادي بال 2007، وهاي السنه كمان مثلت النادي. الف مبروك لكل جماهير العربي، لكل جماهير نادي الحريه، ومشكور لك ابو زهير الغالي. شنطه كمان صمام من الامان، احكي لنا عن الفتره اللي بسم الله الرحمن الرحيم. اول شغله الحمد لله الله عز وجل توجنا تعبنا بفوز بمكان النادي الطبيعي.
لا حدا يفكر انه احنا عملنا انجاز. نحن عملنا شيء لازم يكون بالنادي، اشتغلنا انه يكون النادي بمكان اللي لازم هو يكون. الله ما ضيعنا تعب، موسم كان عذاب كتير، الحمد لله رب العالمين. الله بعث لنا كادر شاب، كادر مجتهد، عطى حقه للكل لعيبه، مشان هيك الله عز وجل ما خجلنا. والف مبروك للجمهور خارج البلد اللي ساندنا كان ماديا وكان معنويا واي وسيله، والف مبروك للجمهور اللي اجى ساندنا، والله عز وجل ما خجلنا ما رجعنا زعلانين، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك الله يبارك في عمرك، والف مبروك لكل العرباويه. نادي حريه نادي كبير، نادي حريه نادي يعني كبير كتير وعريق، هذا مكانه وما حدا قصر من الكادر كله، من الكادر كله، من اصغر واحد بالفريق لاكبر واحد بالفريق، والنادي بيكبر بولاده. وبنتشكركم لك وليوسف ولخالد اشقاش، ما حدا قصر من بيناتكم، الله يعطيكم الف عافيه والف مبروك للعرباويه كلهم. المستقبل او المستقبل نادي الحريه، مش تحكي لنا عن راسي يا علا. اول شيء الف مبروك لاخواتي اللاعبين، والف مبروك لحلب الشهباء، القلعه الخضراء، نادي الحريه الام بصعود الدوري الممتاز. بفتخر باخواني اللاعبين جميعا، بفتخر بيهم واحد واحد طبعا، وهذا سراج هو شوي. يعطيكم الف عافيه والف مبروك اخواتي. العدنان حسين العدنان. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافيه، انتم اول شيء تعبتوا معنا. الف مبروك لجمهور الحريه الكبير، يعني عودته الطبيعيه للدوري الممتاز، والف مبروك لكل الجماهير العرباويه. عموره مش تحكي لنا عن الفتره اللي كنتوا فيها هي لهالسنه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للجماهير كلياتها، الف مبروك ان شاء الله لحلب، والحمد لله رب العالمين. تعب موسم كامل 8 شهور بالشتاء وبالصيف، قدرنا انه نحصده الحمد لله رب العالمين، والف مبروك للكل ان شاء الله، وان شاء الله ما نكون ضيف شرف بالممتاز يا رب. الف مبروك عموره. الثاني صمام الامان، ايش تحكي لنا عن الفتره اللي كنتوا فيها؟ الحمد لله قضينا اوقات صعبه على كل الفريق، والحمد لله توجناها بالفوز وطلعنا على الممتاز وفرحنا الجمهور. وصلنا سنتين ما طلعنا على الممتاز، الحمد لله الله كرمنا وطلعنا على الممتاز بهمه الشباب وهمه الكادر، والله يعطي العافيه للجميع. وان شاء الله موفقين بالمرحله القادمه باذن الله. اسحاق الصخره، تحكي لنا عن الفتره اللي اول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني الله ما ضيعنا تعبنا، الله اكرمنا اليوم بالفوز، يعني بنهدي الفوز لجمهورنا، جمهور نادي الحريه وجمهور حلب بشكل عام. والشكر كمان للكادر ما قصر معنا طول الموسم، واخواتي اللاعبين الله يعطيهم العافيه ما قصروا ابدا، يعني اللي لعبوا واللي ما لعبوا واللي كانوا عم يساندونا من برا الله يعطيهم العافيه. الف مبروك. الله يبارك فيك. صاحب هدف التاهل محمد مصطفى استقبل نادي الحريه والكره السوريه، ايش تحكي لنا عن المباراه؟ الحمد لله، اول شيء الحمد لله رب العالمين على الجول، والحمد لله على التاهل، الحمد لله مكاننا الطبيعي بالممتاز. وبتشكر الكادر التدريبي والجمهور ساندنا، كان حلب وبرا حلب كان مساندنا، بشكر الاداره الحمد لله رب العالمين، وبهذه هذا الفوز لابوي وامي. الف مبروك. الله يبارك. القلعه، الف مبروك يا قلعه. الله يبارك فيك يا قلعه. احكي لنا عن الفتره اللي كنتوا فيها. والله يعني كانت فتره كثير صعبه علينا، مرينا بظروف كثير صعبه، يعني الحمد لله مرينا فيها وقدرنا نطلع الممتاز لمكاننا الطبيعي، الحمد لله رب العالمين. دكتور فريق اللي كان معنا حلو مره، طبعا اكثر واحد كنت مجهول من الله يسلمك. والله الحمد لله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء، والحمد لله توفق الفريق وما ضاع التعب، يعني تعب موسم كامل وسنه وتاخير والزلزال واوضاع كثير صعبه، وما حدا قصر الحمد لله رب العالمين. الكادر ولا اللاعبين الحمد لله بالاخير الله كللها بتاهل على الممتاز، والله يكملها ان شاء الله بالممتاز السنه الجايه ان شاء الله. الف مبروك. صاحب الحق طبعا مثل ما بقولوا، الشيء اللي عم بصير يعني حق، طلبات حق. الف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء بتشكر كل انسان شريف كان قلبه معنا وقلبه على النادي وقلبه على هالفريق وتعب، ورغم كل ابو عارف هو الجندي المجهول بهذا الفريق، ولو ما هو وكان واقف بظهرنا ككادر واداره ولاعيبه، نحن يمكن ما وصلنا لهون، لا وصلنا للفاصله ولا وصلنا للممتاز. بحب اتشكره شكر خاص هذا الانسان
اللي عمله مستحيل حدا يعمله مع اولاده. هذا الفريق كان عيلته، يعني كنا ككادر اخواته، واللعيبه كانوا اولاده، ما قصر معنا بشيء ابدا. بحب اتشكر هو ومحمد بوادقجي والسيد حسان بوادقجي وكل جماعه المحبين. وبحب بتمنى بما انه نحن ربنا اكرمنا وطلعنا على الممتاز ترجع العالم لازم تحط ايدها بايد بعض مشان هالفريق، مشان هالنادي المسكين، النادي الدرويش، النادي اللي اليوم شافوه كل العالم. كل العالم اليوم شو شافونا ظلمنا اليوم، بس الله معنا. هذا فضل رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك ابو علي. نختم البث بدموع ابو علي، دموع الفرح طبعا. هي دموع الفرح طبعا ابو علي، ودموع الظلم اللي عاشوه بالفتره الماضيه بالمباريات كانت لها اثر واضح على الفريق، ووفق الكادر مع لاعبينه كان له اثر كبير، بالذات بمباراه اليوم شفنا الكادر شلون مص الشيء اللي عم بصير من الظلم الواضح. الف مبروك. طبعا معلمنا ومدير الصفحه كابتن خالد قشقش كمان كان مجنود مجهولين بالفتره الماضيه بهالموسم بالذات. كابتن خالد ايش تحكي لنا عن مباراه اليوم بالذات؟ والله بس وين طالعين لهنيك؟ اي والله ما بعرف ايش واحد بده يقول، يعني الحمد لله. انا اشكر كابتن خالد، يعني حقيقه ما سكت هو والرابطه اللي معنا بصراحه. يعني انا بتوقع له انه ينحرم مدى الحياه على الشيء اللي حكاه على البث. طبعا كابتن ربيع السرور صاحب فضل الفتره هي اللي عدينا فيها كان فيها صعوبات، كان فيها فرح وحزن خلي كل شيء بوقته حلو. هلا ما ننزع شيء، اي فرحه او شيء. مبروك للجمهور اليوم اللي شفت عالم عم تبكي، عالم زعلانه، عالم جاي من اخر الدنيا مشان نشجع الفريق. مبروك للاعبين، مبروك للكادر ولكل مين امن بهاللاعبين وبهالكادر. مبروك لكل الجمهور، مبروك لجمهور حلب. انضاف بالنهايه سواء بيقول لك اتحاد او حريه، انضاف فريق من مدينه حلب، فريق جديد انضاف ل فرق الدوري الممتاز. مجموعه كثير حلوه، مجموعه بتضم لاعبين خبره ولاعبين شباب. يعني بالنهايه صيد غني ولا صيد فقر. بالنهايه الف مبروك للجماهير. هذا الانجاز اللي برايي هو ضمن المنطق، لكن اللي صار يعني الظروف اللي اتبعتها، قصص مشاكل كثير كبيره مرت وقصص وكذا، ناهيك عن عقوبه حرمان ربيع سنه، حرمان رأفت، مشاكل كثير كبيره. بس بالنهايه تحقق الامر الاهم اللي هو الصعود. الله يعطيك العافيه كمان انت ابو زهير، ما قصرت لا بالمطر ولا بالشمس ولا شيء، ما قصرت. يوسف شعبان ما قصر، يعني لو غيري ما قالكم يعطيك العافيه، انا من قلبي بقول لكم يعطيكم العافيه، لاني بعرف ايش عملتوا وايش اشتغلتوا. ان شاء الله. الف مبروك ابو عبدو. المشاكس المحروم يلي شفناك اليوم، كنت عم تحمي كاني معهم وعم تلعب معهم ايش تحكي لنا يا ابو جمله عن المباراه؟ الحمد لله رب العالمين، الشباب كلها ما قصرت. ان شاء الله الف مبروك لفريقنا، لنادي الحريه، لجمهور نادي الحريه. ان شاء الله الايام القادمه بنفك حرمان ان شاء الله، تيسير الله. الشباب اداره نادينا عم تشتغل لي بهذا الموضوع. ان شاء الله الاستئناف ان شاء الله انه بيطلع انه بفك الحرمان ان شاء الله يا رب. امورنا بخير، امورنا بخير ان شاء الله. الموسم الجاي لسه الفريق راح يكون احسن واحسن. بتشكر كل شخص وقف مع الفريق، بتشكر لاعبين الابطال رغم اللي نقص اللي صار بالمباراه. بتشكر اي حدا وقف مع الفريق، اي حدا حط ليره على الفريق. شكرا لكل شخص وقف مع النادي. ان شاء الله الف مبروك. يعني الحكي ما بقى حدا يحسن يحكي اكثر من هيك. شكرا لكم. طبعا عم شوف الفرحه. حزن حلوين ولو بالحزن يا عزميات. استنى شوي.
معنا الكابتن براء ديار بكرلي حابب يلقي لنا كلمة شكر. تفضل. حبيبي يا مجملو، الف مبروك لكل الحلوين بفريقنا، احلى واحد ربيع سرور. انت حلو اعطيني هي صار من شغله بس بدي احكيها. بس في لاعب بالذات كثير كنت عم بشلي عليه بالدور الاول، كلها بايام خريبان مو بمستواه، ايهم بالدور الثاني والدور النهائي من احسن اللاعبين كان ايهم. اليوم صنع الهدف واحلى ايهم واحلى شباب. وايهم واخو مكتر. اسمع شوي، هاتوا شوي يا جماعه. موال ابو موسى حابب يهدي جماهير نادي الحريه موال وغنيه بمناسبه الصعود على الممتاز. تفضل معلم. يلا يا جماعه اخوتي ها مدلل والله مدلل، وهذا عرباوي مدلل، وعاف الليل وسهر الليل، وعاف الليل وسهر الليل، وبس انا عيوني تذبل. مدلل مدلل ويا الله شقد مدلل، وشقد السهرات حلالي، وكل ما اشوفك قبالي. يا خيتو شقد السهرات حلالي، وكل ما اشوفك قبالي، واناديك بموالي، واناديك بموالي، لك وانت عني ما تسأل. مدلل مدلل ويا الله شقد مدلل، وحظي وياك مايل، وعايل ما انت عايل، وحظي وياك المايل. وين مسافر وين؟ ورشرش حبك يا جميل، ناوي للقلب العليل، رشرش حبك يا جميل، قلب العليل. سبحان اللي كون جمالك ما كون مثلك. وين مسافر وين حبيبي يا رأفت، جف دموع العين يا ابو محمد. وين مسافر وين حبيبي يا رأفت، جف دموع العين لا يا ابو محمد. تترك لي روحك يا علاق بروحي، مبروك يا شباب، مبروك للجميع، وشكرا لكل متابعين الصفحة. السلام عليكم. مبروك للوطن. شكرا ذوي الاضواء.